بغيتي تاخذ بطاطا فريت سورجولي، اجي تشوف معايا اين وحده اللي تليق ليك وتليق للدراري الصغار، اللي تكون صحيه وما فيهاش بزاف ديال الحوايج اللي ما خصناش ناخذهم. يلا بطاطا فريت سورجولي ولا مجمده، شنو هما الانواع اللي كاينين؟ غنبداو بهاد الاولى هذه. واحد النقطه اللي خصني ندوي عليها في الاول هو في التخزين ديال البطاطا سورجولي ولا البطاطا المجمده، خاصها ديما تخزن في ناقص 18 درجه، وناقص 18 تشوف لاضات هنايا ديال يستحسن الاستهلاك قبل، كتلقى 14 شهر 12 2025. فإلا خزنتيها في ناقص 12 راه خصك غير شهر واحد وتستهلكها، في ناقص 6 درجه خصك غير اسبوع واحد وتستهلكها. المكونات عندنا 96% ديال البطاطا و4% ديال زيت نوار الشمس، التركيبه ديالها حتى هي لا ميم شوز، فيها 96% ديال البطاطا و4% ديال زيت نوار الشمس. اجي نشوفوا هذه. بالنسبه لهادو ديال فرنسا عندهم النوتري سكور، هادو ديال برا تيكون فيهم النوتري سكور، ما حدو تيمشي لاو، ما حدو ماشي صحي، دونك فهي صحيه يعني ما فيهاش بزاف ديال المدخلات. هذه فيها غير 3% ديال نوار الشمس ماشي 4%، وفيها 97 ديال البطاطا. نساليوها بهذه، فيها 96% ديال البطاطا، فيها 4% ديال نوار الشمس، ولكن فيها دي ستابيليزون، فيها مواد مثبته بحال الديفوسفات والديكستروز، وبالتالي ديما ملي نبغي ناخذ البطاطا سورجولي ما ناخذهاش فيها مواد حافظه ولا دي كونسيرفاتور ولا دي ستابيليزون، ما غناخذهاش. ومنين تشري لي برودوي اللي هما مجمدين ديما انفيستي في ان ساك ايزوتيرم، ما غيطلعش ليه الحراره من هنايا من السوق للدار ديالك، حيت تقدر تاثر على الجوده ديالو. بارطاجي المعلومه صحابك اكي عاون.